تحية طيبة أستاذ جمال، وتحية لكل ضيوف قناة كردستان 24. يعني أنا دائما ما أتحدث في وسائل الإعلام وحتى في مقالاتي، اللجان التحقيقية في العراق هي مقبرة الحقائق. هناك أحداث أكبر من استهداف إقليم كردستان، يعني هو 1200 قيادي من قيادات القاعدة من سجون التاج وأبو غريب. أين نتائج التحقيق؟ سيطرة داعش على الموصل، أين نتائج التحقيق؟ مجزرة سبايكر، أين نتائج التحقيق؟ الفساد الذي والمليارات الدولارات التي سرقت من المال العام، أين نتائج التحقيق؟ فيعني أيضا يعني حتى لا نذهب بعيدا، استهداف إقليم كردستان في شهر 6 و7 من العام الحالي، على الرغم من أن اللجنة يعني يوم أمس وزارة داخلية إقليم كردستان قالت أن التقرير النهائي موجود لدى السيد رئيس مجلس الوزراء ولم تعلن نتائج التحقيق. المشكلة أننا الآن في زمن حكومة منتهية الولاية. أيضا لا ننسى أن الأطراف بين قوسين المتهمة باستهداف إقليم كردستان تمتلك اليوم أكثر من 100 مقعد داخل مجلس النواب. لا أعتقد أن يعني النتائج، يعني حتى أكون صريح جدا، لا يعني لا، القوة موجودة بدليل يعني النجاحات الأمنية. يعني لو كانت هناك إرادة سياسية بالتأكيد يعني كشف هؤلاء هذه الأطراف وإحالتهم إلى لجان التحقيق، لأن هناك نجاحات أمنية في ضرب تجار المخدرات، في اعتقال قيادات من داعش، في استهداف أماكن تواجد داعش. إذا لدينا الأجهزة الأمنية القادرة على اعتقال هؤلاء، لكن الإرادة السياسية هل هي متوافرة؟ أنا أعتقد لا. ويعني حتى لو يعني حتى أكون صريح أكثر، يعني اليوم اللجنة التحقيقية من تضم السيد وزير الداخلية في الاتحادي والسيد مدير جهاز المخابرات. بالعودة إلى قبل يومين أو ثلاثة، الاسمين هم مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء القادم. إذا الصراع السياسي أيضا موجود حتى في هذه اللجنة، وكأنما هي يعني محاولة وضع المرشحين في زاوية. هذه أنتم أمام لجنة، إذا لم تنجحوا فبالتأكيد سيكون هناك يعني سخط من قبل الشارع العراقي. كيف نسلم هؤلاء منصب رئيس مجلس الوزراء وهم لم يتمكنوا من محاسبة لنقول عصابات أو ميليشيات قامت باستهداف حقل كورمور؟ إذا يعني موضوع الصراع السياسي، الحاجة السياسية لهذه الأطراف في يعني تولي الحكومة القادمة أو أخذ المناصب، الموضوع عبارة عن مصالح سياسية، لكن للأسف على حساب من؟ على حساب المواطن العراقي، سواء كان داخل إقليم كردستان أو في بقية المحافظات. يعني يوم أمس الساعة 12 بالليل أنا كان عندي لقاء على قناة الشرق بلومبرج، وكان معي رئيس معهد السياسات العالمية من واشنطن. لم يكن لدي كهرباء، تعمدت الظهر من خلال برنامج زوم حتى أعطي صورة يعني أربيل المفعمة بالحياة والتي كانت لا تنام ليل ولا نهار. وصل إلي الحال أن ينقطع الكهرباء لمدة 10 ساعات أو أكثر من 10 ساعات. لحساب من ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ أنا أعتقد يعني أن دخول الولايات المتحدة كطرف في هذا التحقيق قد يصلون إلى نتيجة، لكن هل سيقدمون الجنات الحقيقيون؟ أنا أعتقد أنه حتى لو وصلوا إلى الجنات الحقيقيين سيتم تقديم يعني كبش فداء من أجل طمطمة الموضوع. يعني أولا الهجوم انطلق من منطقة طوس خرماتو، منطقة خاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، وهناك حشد التركمان، أعتقد لواء 16 متواجد هناك، مما يعني أنها تحت سلطة الحكومة الاتحادية وكل الأجهزة الأمنية متواجدة هناك. لماذا لم يمنعوا هذا الهجوم؟ نحن نتحدث عن هجوم قوي جدا. يعني ثانيا، حقل كورمور هذه يتعرض للهجوم للمرة 11، مما يعني أن المفترض بالأجهزة الأمنية الاستخباراتية أو الأمن الوطني أو المخابرات يعرفون أن هذه البقعة الجغرافية ينطلق منها الهجوم. لماذا لم تكن هناك إجراءات استباقية؟ لو نفترض أن هناك تدخل خارجي، ما هي مسؤولية الحكومة؟ كيف تمنع هذه الحكومة هذه التدخلات الخارجية؟ أليست هذه مسؤولية الحكومة؟ لماذا نكون يعني تحت سطوة الأطراف الخارجية؟ يعني حتى أتحدث بصراحة، سواء تركيا، إيران، دول الخليج، إسرائيل، أي دولة كانت، هذه مسؤولية الحكومة العراقية. لكن بصراحة نحن لدينا فوضى، لدينا عدم محاسبة، بدليل يعني ما حدث
من فضيحة في ديالى عندما يقوم مرشح انتخابي بفتح معسكر وهمي وتدريب 1500 مقاتل من مقاتلي الحشد الشعبي على أساس أن يتم تعيينهم مقابل التصويت لهم. أين هي الأجهزة الأمنية من هذه الفضيحة؟ هذه الفضيحة لم تكن لتعلن لولا أن الأشخاص الذين تدربوا في هذا المعسكر ذهبوا إلى الإعلام واشتكوا. إذن الموضوع هناك تواطؤ، هناك مجاملات، هناك عدم محاسبة. الصراع السياسي موجود، لكن بقناعتي يعني ممكن أن الولايات المتحدة باعتبارها طرف ساند في اللجنة التحقيقية التي شكلها السيد رئيس مجلس الوزراء، لكن لا أعتقد أنها ستطيح بأسماء كبيرة أو الأشخاص المتسببين بشكل فعلي بهذا الموضوع، وسيذهب الموضوع إلى محاسبة يعني أشخاص قد يكونون هم كبش فداء لهذه العملية، لا أكثر ولا أقل. يعني أول أنا مواطن عربي أعيش في إقليم كردستان منذ 15 عام، يعني أتنعم بالكهرباء لمدة 24 ساعة ضمن مشروع روناكي. مشروع روناكي ليس فقط إقليم كردستان، يغذي قسم من مناطق محافظة نينوى والموصل وقسم من كركوك، إذن هو ليس محصور فقط بالإقليم، إنما يساعد محافظات أخرى خارج الإقليم. اليوم نأتي إلى الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي يمتلك 187 مقعد، بإمكانه تشكيل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب من الإطار التنسيقي. لا يستطيع البيت الكردي ولا البيت السني الاعتراض باعتبار أن لديهم أغلبية. أن يقوم يعني الموضوع أنا بقناعتي أكبر من موضوع استهداف، يعني مجرد استهداف أو أنه تصرف فردي. أنا يعني لدي خشية من أن يتحول العراق بصورة عامة ابتداء من إقليم كردستان إلى ساحة صراع ما بين إيران وإسرائيل. يبدو أننا سنشهد يعني عودة هذه الحرب مجددا، وإيران تريد أن ترسل رسالة أنه هذه المرة إذا تم استهدافنا من قبل إسرائيل فإننا سنقوم بحرق العراق. ممكن الآن البداية حقل كورمور، ممكن غدا أربيل، ممكن بعدها الموصل، ممكن بعدها البصرة. إيران متغلغلة في العراق. أيضا إيران لديها مصالح اقتصادية في العراق في ظل العقوبات المفروضة عليه، ولا تريد أن تخسر هذه المصالح. إقليم كردستان إذا قام بتغذية المحافظات سواء الموصل أو بغداد أو فرات الأوسط والجنوب، بالتأكيد هذه خسارة اقتصادية كبيرة على إيران. فالنقطة الأهم يعني أنا بقناعتي، وهذا الكلام على مسؤوليتي، أنا مقتنع أن كل دول الجوار لا ترغب أن ينهض العراق وتريد العراق دائما باقتتال، وأن العراق هو دائما بحاجة إلى دول الجوار حتى تستفيد. لو يعني نقرأ الأرقام، التجارة البينية بين العراق وتركيا، بين العراق وإيران، بين العراق وبقية الدول، هذه مليارات. إذا ما استقر العراق ونهض باعتبار أنه يمتلك الموارد المالية والموارد البشرية، موقعه الجغرافي بالتأكيد كثير من الأطراف. وهنا حتى لا أجامل سواء كانت تركيا أو إيران أو حتى دول الخليج التي تعتبر عمقي العربي، إذا من مصلحة كثير من الأطراف أن يبقى الوضع في العراق ضمن حالة اللا استقرار واللا أمن والخراب المستمر. طيب يعني مع نهاية الحرب الإيرانية الإسرائيلية تم استهداف الرادارات في منطقة بلد. هذه الرادارات تكلفتها 400 مليون دولار. أين نتائج التحقيق؟ لا نتحدث عن إقليم كردستان، نتحدث خارج مناطق الإقليم. لم تظهر النتائج. اللجنة التحقيقية التي شكلت باستهداف الحقول في دهوك وفي أربيل في شهر 6 و7 من هذا العام، وأكملت اللجنة التحقيقية التي كانت برئاسة السيد قاسم العرجي مستشار الأمن القومي العراقي. يوم أمس وزارة الداخلية الإقليم تقول أن نتائج التحقيق موجودة على مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء ولم تعلن. عندما يقولون ستظهر خلال 72 ساعة، طيب يعني هي 3 أيام، ننتظر ونرى هل فعلا ستظهر نتائج التحقيق أم أن نتائج التحقيق ستكون كسابقاتها في أدراج المكاتب.